بالنسبه ان انت راجل زملكاوي، توقعاتك يوم الخميس ليوم 13 ماتش ايه بين والله الفريقين؟ والله ربنا يستر على الزمالك. احنا عايزين نطلع باقل الخسائر. احنا عارفين ظروف الزمالك ومش هنزعل لو الزمالك اتهزم يعني. طب وبالنسبه للماتشين اللي فاز فيهم الزمالك وتحسن اداؤه؟ ماشي، ما هو مش برضه مش دليل ان انت تلعب مباراه قمه زي الاهلي ما عندكش لعيبه برضه، ولسه الكواليتي بتاعها ما اشتغلش مع المدرب الجديد. والزمالك كده كده احنا عارفين ان السنه دي مشواره يعني مشواره تعبان شويه يعني ان شاء الله. هل حتى بعد الاداء في ماتشين وانت عارف ان ماتش القمه ملوش اي حسابات وخارج التوقعات، هل برضك نفس رايك هو لا، ولا ده بتشيل العين عن نادي الزمالك؟ مش مقصد عين ولا حاجه، بس دي هو الماتش كان عموما اساسا خارج التوقعات. بس يعني على حسب الاهلي كده كده هيلعب بارتياحيه واخد الدوري، والزمالك كده كده مش خسران حاجه. كده كده احنا عارفين ومتاكدين يعني لو حصلت لا قدر الله نتيجه هزيمه ولا حاجه مش هنزعل، ولو حصل فوز هنفرح. مع العلم ان انت هل مش ممكن الثقه بتاعت نادي الاهلي بالنسبه ان هو يعني يعتبر مشواره انتهى وهو على قمه الدوري حاليا، هل دوت مش ممكن يدي ثقه للاعيبه النادي الاهلي، يدي فرصه لنادي الزمالك ان هو ينتصر في الماتش ده؟ لا مش ما اعتقدش يعني. طب ولا انت بتشيل العين برضه على نادي الزمالك؟ مش مقصد بشيل العين، هو الحوار مش مقصد عين، هو العين فيها في الزمالك يعني. ما الزمالك كده كده خسران ماتشات كتير يعني. طب انا متوقع تعادل في الماتش ده. والله احنا بقول لك لو تعادل ولو فوز هنفرح، ولو هزيمه برضه مش هنزعل على اساس احنا عارفين فرقتنا وعارفين الدنيا ديات وعارفين. بس اللعيبه بس تركز مع المدرب الجديد، المدرب حلو وكويس وعايز بس شويه كواليتي يعني شويه لعيبه تاني معاه يعني على اساس يعرف ينفذ الخطه اللي عنده. هنتفرج في الاخر ان شاء الله يوم الخميس انا وانت مع بعضينا، لينا حلقه برضك بعد الماتش ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.